السلام عليكم. هتكلم النهارده ان شاء الله عن النظام النباتي، وهتكلم عن الفئات بتاعه الاشخاص النباتيين وايه هو الاكل بتاعهم، وايه هي الفوائد وايه هي الاضرار بتاعه النظام ده. اول حاجه هي الفئات بتاعه النباتيين بينقسموا لفئات كتير. يعني في فئه الاوفو فيجيتيريانز، ودول بياكلوا بيدخلوا في اكلهم البيض بس من المشتقات الحيوانيه كلها. وفي اللاكتو فيجيتيريانز، دول بيدخلوا منتجات الالبان بس او اللبن بوجه عام يعني. وفي الاوفو لاكتو فيجيتيريانز، ودول بيدخلوا يعني اللبن والبيض مع بعض. وفي اللي بيدخل اسماك بس، وفي اللي بيدخل فراخ بس. وفي ناس بتدخل تقريبا معظم المشتقات دي، وبيبقوا ناس اشباه نباتيين. وفي بقى اللي هو اللي معظم الناس ماشية عليه، وهو نظام الفيجن. وده ما بياكلش اي حاجة فيها اي مشتقات حيوانية. يعني ما بياكلش لا سمك ولا فراخ ولا لحمة ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة من الحاجات دي. وده اللي انا مشيت عليه تقريبا لمدة 7 ايام بالظبط، وخسيت عليه 3 كيلو 600 جرام. واتباع النظام النباتي بيكون لأسباب مختلفة. يعني في مثلا أسباب دينية، زي صيام مثلا اخواتنا المسيحيين اللي بيمتنعوا فيه عن كل المشتقات الحيوانية تقريبا. وفي مثلا الهنود اللي بيعبدوا انهم البقر مثلا ما بياكلش اي انواع لحوم. وفي ديانات مختلفة فيها حاجات زي دي. وفي اسباب تانية صحية، ودي ان شاء الله هقولها مع الفوائد. بالاضافة لان الاكل النباتي في الغالب بيكون غير معالج، او بيكون على الحالة بتاعته الطبيعية. وبيتضاف له نسبة قليلة من الاملاح ونسبة قليلة من الزيوت. وتقريبا مش بيكون فيه اي نسبة من السكريات. وده لتجنب ادمان الطعام، او تجنب ان انا اكسب وزن او دهون بشكل كبير. والاكل النباتي الصحي بيكون مكون من حوالي 50% خضار. النسبة الاكبر من 50% دول بتكون خضار لونه اخضر، زي مثلا السبانخ او البروكلي. وبيتضاف طبعا نسب تانية من انواع خضار مختلفة، زي مثلا الفلفل او الجزر. وفوائد الخضار ان هو بيكون السعرات الحرارية بتاعته قليلة، وبيكون غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات المهمة. بالإضافة ل 25% بقوليات، زي مثلا الفول، العدس، الحمص. ودي تعتبر هي المصدر الأساسي للبروتين. وبرضه بتتميز بأن السعرات الحرارية بتاعتها قليلة. وكمان 20% حبوب، زي الفريك أو البرغل أو الرز البني. وده فيه نسبة عالية من الألياف والبروتينات اللازمة لتعافي العضلات والمساعدة على عملية الهضم المثالية. وكمان بالإضافة ل5% بذور ومكسرات، زي مثلا بذر الكتان أو السوداني أو الكاجو. ودي فيها نسبة عالية من الألياف والدهون الصحية اللي جسمك بيكون محتاجها. وفي الآخر بقى ممكن تحط مثلا توابل أو أعشاب بأي نسبة أنت عايزها عادي. تاني حاجة هو السبب اللي ممكن عشانه مثلا أغير لنظام نباتي. طبعا في فوائد كتير جدا، اهمها ان انت ممكن تخسر في الوزن لغاية 50 كيلو من غير ممارسة رياضة. وفي ناس خسرت لحد حوالي 90 كيلو مع ممارسة الرياضة. وفي الاكل انت ممكن تاكل عادي بكمية كبيرة من غير ما تحسب السعرات او كمية الاكل اللي بتدخلها جسمك. تاني سبب وهو تغيير اشتياقك للطعام. يعني انت لما بتغير نظام الاكل بتاعك بوجه عام، حليمات التذوق بتتغير. بتبدأ مثلا، يعني لو عملت مثلا كوباية شاي من غير سكر، بتحس بطعمها وممكن تحبها بعد كده. وكذلك مثلا في القهوة او في انواع الطعام المختلفة. تالت حاجة، ودي تعتبر أهم حاجة أو أكتر حاجة أنا لاحظتها، يعني إن الطاقة والنشاط بيزيد. لأنك بتتجنب نوبات ارتفاع وانخفاض السكر. وكمان بتقلل من العبء بتاع المعدة إن هي بتهضم اللحوم. يعني المعدة بيحصل لها إجهاد وهي بتهضم اللحوم، على عكس تماما ما بتهضم مثلا أنواع الخضار أو الفاكهة. فأنا شايف إن دي تقريبا يعني أحسن ميزة في المميزات إن أنت تحول نظام نباتي يعني. بالإضافة طبعا لمميزات كتير جدا، زي تحسين صحة وأداء القلب. وهتحمي نفسك من أمراض كتير جدا، زي السكر أو السرطان أو هشاشة العظام. بالإضافة لأن جسمك هيتخلص من الفضلات بشكل أفضل. وبرضه نسبة الكوليسترول، لو عندك مثلا كوليسترول، هتقل. وطبعا زي ما في مميزات، في بعض الاضرار، زي انك مثلا ممكن تلاحظ وقوع بعض الشعر، او نقص امتصاص المعادن او نقص المعادن بشكل عام. وممكن برضو تحس في اول كام يوم كده بتعب وارهاق. يعني انا كنت في اول يومين تقريبا
كنت حاسس ان انا مجهد وتعبان جدا، لكن في اخر 3 ايام كنت حاسس ان انا يعني طاقة اكبر شوية. بالاضافة لانك ممكن تلاقي نقص مثلا في اوميجا 3 او فيتامين بي 12. دول تقريبا اللي ممكن يعني يكون فيهم نقص بوجه عام في النظام النباتي كله. وده انت ممكن مثلا تعوضه بمكملات، يعني ممكن برضه يكون في حد مش عامل نظام نباتي وعنده نقص في دول وبياخد برضه نفس المكملات، فعادي يعني. ويا ترى مثلا ايه هو الاكل النباتي اللي انا ممكن اكله؟ يعني في ناس مثلا تقول طب انا كده مش هاكل، يعني مش هاكل اي حاجه فيها لحمه، كده يتبقى ايه؟ هاكل مثلا خس وجرجير وكده خلاص يعني. لا طبعا، يعني في حاجات كتير، يعني مثلا في بروكلي، في سبانخ، في ذره، في باميه، في فاصوليا بيضة او سودا او خضراء، في فول، في عدس، في حمص، في زبدة فول سوداني، في رز بني. في حاجات كتير جدا، يعني مش كل حاجة مثلا هتقتصر على على اللحوم والألبان. يعني في أكل كتير جدا ممكن تاكل أي نوع، مثلا أي نوع خضار أو أي نوع فاكهة، أي حاجات. في حاجات كتير جدا. هيواجهك طبعا مشاكل كتير جدا سواء في الخروجات مثلا مع أصحابك أو العزومات. حاول إنك دايما تكون واكل قبل ما تنزل، عشان تتجنب يعني كل ده. او لو خلاص اضطريت بقى ان انت يعني هتاكل بره، حاول تختار طبق يكون فيه اكتر نسبة اكل نباتي. وحاول برضه لو بتاكل في مطعم تسأله عن نسبة الدهون او الزيوت الموجودة في الاكل، والاملاح بنسبة قد ايه. او يفضل يعني منعا من كل ده ان انت تعمل الاكل بنفسك في البيت. يعني هتدور على النت هتلاقي انواع اكل كتير جدا، وعلى مواقع مختلفة، منهم طبعا موقع بلانت بيس دايت بتاع دكتور باسم يوسف. عليه وصفات ملايين من الوصفات بتاعت الاكل، هتلاقي وصفات كتير جدا. اعمل الاكل بتاعك بنفسك ومنعا يعني كل ده. وقريب باذن الله لما نسبة النباتيين هتزيد في مصر، هيفكروا اكيد يفتحوا مطعم للنباتيين بس، ويتقدم فيه مثلا لحوم بس معمولة من مصادر نباتية، يعني لحمة بس مش لحمة، حاجة كده يعني زي انا عايش ومش عايش. اقفل يا عم الفيديو، اقفل يا عم الفيديو. وهيبقى ممكن تلاقي طبعا البان في سوبر ماركت من مصادر برضه نباتية. مش عارف طبعا بتتصنع ازاي، ومش عارف تبقى موجودة هنا في مصر ولا لا. على اي حال انت عشان تبقى نباتي هتتعب جدا، يعني هتتعب جدا، بس هتلاحظ فرق كبير جدا في صحتك وتحسن. ده كان وزني قبل ما ابدا، كنت تقريبا حوالي 93 و900 جرام، وبعد ما خلصت كنت حوالي 90 كيلو و200 جرام. وفي الاسبوع اللي انا كنت عامل فيه النظام ده كنت بنزل تقريبا بالعجله او بنزل اجري. كانت هي ساعه، وتقريبا كل يوم ويوم، ما كنتش بنزل كمان كل يوم. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. مستني ارائكم تحت في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناه. السلام عليكم.